تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين نزول زخات رعدية محليا مهمة ومصحوبة بحبات من البرد محليا فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الشمال الغربي والريف غرب الساحل المتوسطي والأطلس المتوسط والسايس، لا سيما خلال بداية النهار. كما يرتقب تساقط أمطار أخرى ضعيفة إلى معتدلة مع بروز الرعد محليا فوق باقي المناطق الممتدة شمال الصاورة والأطلس الكبير والمنطقة الشرقية، مع سقوط ثلوج فوق قمم مرتفعات الريف والأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1600 متر. ويتوقع هبوب رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية فوق المناطق الممتدة شمال الدار البيضاء والسايس والريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والأطلس. وسيبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد، مع تكون صقيع أو جليد فوق كل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والريف والهضاب العليا الشرقية، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية خلال الليلة الموالية فوق السهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة 1 و5 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 درجات و14 درجة بالقرب من السواحل وبمناطق طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي. وستكون ما بين 4 و10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد انخفاضا ملموسا بباقي الأرجاء الأخرى.